ربنا على فكرة غلط عن الوحدة، إنك لو لوحدك تبقى غلبان، مكسور، أو حد ما حدش طايقه. بس ما حدش قال لنا إن في نوع من الوحدة أرحم بكتير من صحبة كدابة، وإن في علاقات وجودها في حياتك أوجع من غيابها. أنا النهاردة مش جاي أروج للعزلة ولا أقول لك اقفل على نفسك الباب. أنا جاي أتكلم عن الفرق ما بين إنك تكون لوحدك وإنك تكون وسط ناس محسساك إنك لوحدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من بودكاست تخطيف. وبما إن موضوعنا النهاردة عن الوحدة، فأنا النهاردة لوحدي، وأتمنى إن أنا أكون خفيف عليكم. الصحبة الكدابة والوحدة، في ناس وجودهم في حياتك شكلي، يضحكوا معاك، يهزروا، بس أول ما تقع يختفوا، يسمعوك بس مش فاهمينك، قريبين منك بس مش في صفك. أحيانا بيبقوا ناس أنانيين، ناس عايزينك وقت ما يناسبهم وبالطريقة اللي تريحهم، ولو خرجت عن الدور اللي هم رسمينهولك تبقى تقيل، أو اتغيرت، أو ما بقتش زي زمان. في أشكال كتيرة قوي للوحدة. في علاقات بتحسسك إنك لوحدك، أهمها العلاقة المشروطة. العلاقة المشروطة مش لازم تكون بينك وبين حبيبتك أو بينك وبين حبيبك، ممكن يكونوا صحاب ومع ذلك علاقتهم مشروطة. مشروطة اللي هو بناء العلاقة قايمة هتقدم لنا إيه؟ هتفضل ساكت؟ هفضل جنبك؟ هتوافقني في كل اللي بقوله؟ هحبك؟ هتضحي؟ هقدرك؟ علاقة تحبك وانت ماشي على مقاسها، مش زي ما انت، لأ، زي ما هم عايزينك. وفي اللحظة اللي تختار فيها نفسك أو تقول لأ أو تغير رأيك، تلاقي المعاملة اتغيرت والكلام قل والبعد زاد، ومن غير ما تحس تلاقي نفسكوا رجعتوا أغراب. تلاقي حد فيهم اختفى، تدور على فيسبوك، يا هتلاقيه مسحك يا مش هتلاقيه أصلا. وده بياخدنا للي جاي، إن ساعات الوحدة بتكون أرحم. طب ليه الوحدة أرحم؟ الوحدة صريحة، مش بتوعدك بحاجة وما تعملهاش، مش بتمثل عليك، مش بتطلب منك تبقى شخص غيرك، مش محتاج تشرح نفسك، مش مضطر ترضي حد، مش خايف تخسر حد لو قلت الحقيقة. الوحدة بتوجع بس وجعها نضيف، مش خيانة، مش خذلان، ومش تقليل. الناس اللي عايزينها بطريقتهم بس، ناس تحبك وانت على الطريق وانت مستنك معاهم في كل حاجة، بس ما تحبكش وانت متغير وانت طموح وانت بتقول رأيك او حتى تعبان.
ما هو انت موجود عشان رغباتهم. دول اصلا مش عايزينك في حياتهم، دول عايزين نسخة منك، نسخة مريحة ليهم حتى لو متعبة ليك. اختيار الوحدة مش ضعف، انك تختار تبعد عن علاقة بتستنزفك ده مش هروب، دي شجاعة. انك تقول انا استاهل علاقة من غير شروط، استاهل صحبة تحبني زي ما انا، استاهل راحة بال، ده نضج. انت مش عيل صغير، ومش بعيل هنا هتكلم على سن. اول مراحل نضجك وصلت لها وانت 15 سنة وانت 20 سنة وانت قدي 35 سنة، هي انك تتعلم تقول لا، وتتعلم تحط نفسك قبل اي حد. طب ايه هي انواع العلاقات اللي ممكن تحسسك انك لوحدك؟ علاقات كتير، بس هنتكلم عن اهم واخطر 2: العلاقة التوكسيك وعلاقة مع شخص نرجسي. العلاقة التوكسيك هي العلاقة اللي تخرجك دايما حاسس انك غلطان، دي علاقة مريضة. اي علاقة تخليك تكره نفسك عمرها ما كانت حب، ايا كان. انا مش بتكلم عن حبيبتك، مش بتكلم عن حبيبك، انا بتكلم عن اي حد في حياتك. التوكسيك اخطر بني ادم ممكن تتعامل معاه، لانه مش بيزعق ومش بيشتم. وعلى فكرة ساعة الضحكة مش بتفرق في وشه، على طول بيضحك ويبتسم، بس في ابتسامته هو بيسحب روحك، بيسحب كل طاقة تسندك. لو كل مرة تخرج من القعدة محتاج تعتذر لنفسك، يبقى دي مش علاقة سليمة، انت في علاقة توكسيك. انقذ اللي فاضل منك واهرب، اجري لو تقدر اجري، بس ما تقعدش ثانية تانية، ما تقعدش ثانية زيادة بعد ما وصلت للإدراك ان انت بعد ما تقوم من القعدة دي بتبقى محتاج انك تعتذر لنفسك. هنيجي بقى للي على الحجر، هنيجي للي اخطر حد ممكن تتعامل معاه بجد، ان حتى لو الناس حكمت بينكو انت ممكن تطلع غلطان مش صاحب حق. هنتكلم دلوقتي عن الشخص النرجسي. النرجسي مش بيحبك، هو بيحب الاحساس اللي بتديهوله. طول ما انت بتخدم صورته عن نفسه صاحبي وحبيبي وكفاءة، هتحس انك بني ادم وليك رأي وليك شخصية وكده. لا تعالى، انت مش بتقدرني، انت مش بتحس بيا، انت مش شايف غير نفسك على فكرة. ودايما يخليك شاكك في نفسك، دايما يوصلك للسؤال، وده اصعب سؤال ممكن نسأله نفسنا: هو انا وحش؟ هو انا غلطت معاه في ايه؟ عملت له ايه؟ ما هو النرجسي بيخليك تحس انك محظوظ بيه لحد ما تكتشف انك كنت الضحية. هو دايما صح وانت دايما بتبالغ. وبعد ما بنخلص كلام عن التوكسيك والنرجسي، ده بياخدنا للشروط، لأن التوكسيك والنرجسي من أكتر العلاقات اللي دايما مشروطة ومتوقفة على الحاجات اللي انت بتقدمها، الحاجات اللي بتحسسهم بيها.
طب ايه هي العلاقة المشروطة؟ بمنتهى البساطة هي علاقة بتبدأ بشروط، بس مش شروط كده وخلاص. تبدأ بشروط، تكمل بشروط، وتنتهي كمان بشروط. اوعى تفكر انك هتنهي العلاقة دي وتبقى عايز تكسب. كشخص توكسيك او شخص نرجسي انا مش هخليك تكسب، انا اللي انهي العلاقة مش حد تاني. كأنك داخل عقد ايجار مش علاقة، اللي هو انك لازم تبقى نسخة معينة عشان تتحب. الحب اللي لائحة ممنوعات ده مش حب. اي علاقة تحبك لما تناسبها ما تستهلكش لما تتعب. اي علاقة بتحبك بمود معين بنفسية معينة انت فيها، دي اخطر علاقة. مش هبالغ لو قلت هي ممكن تدمر حياتك، ووصلت ناس كتير للانتحار قبل كده. خد اللي فاضل منك وامشي، انت اكبر من كده. خلصنا العلاقة المشروطة، تعال بقى نتغزل في جمال الوحدة. حتى في أصعب جزء فيها، لو هتقارن وجعها بوجع العلاقتين اللي فاتوا هتلاقي إن الوحدة أرحم بكتير. الوحدة وجعها أهون من عشرة تحاسبك على كل نفس بتتنفسه. إنك تبقى لوحدك ساعات أكرم لك من إنك تبقى اختيار احتياطي. حد مركون، حد اوريدي موجود، هتلاقي نفسك آخر واحد بيتصلوا بيه لو هيتجمعوا. طب مين أول حد بيتصلوا بيه؟ الكاريزما اللي على طول مش فاضي، اللي على طول مش موجود. على فكرة الكاريزما ده أنجح حد بينجح في العلاقات، ومش بس الصحاب، أنجح حد بينجح في أي علاقة. الوحدة ما بتبتزكش، ما بتكسرش فيك. أحيانا كتير الوحدة مش نقص، أوقات كتير بتبقى الوحدة نجاة. لما بتسيب العلاقة انت ما سبتش العلاقة، انت سبت النسخة اللي كنت بتدوس عليها عشان تكمل. مش كل البعد خسارة، في ناس بعدها نجاة. اللي يحبك بجد ما يحطكش في اختيار طول الوقت. اللي بيحبك بجد مش هيوصلك لمرحلة انك تسأل نفسك هو انا وحش؟ هما بيعملوا معايا كده ليه؟ ليه رابطين وجودي بحاجة بقدمها؟ ليه لو مفيش حاجة اقدمها مبقاش موجود؟ طب لو مفيش ليه محدش بيدور عليا؟ محدش بيشوفني مالي؟ الوحدة مش هتعمل فيك كده. حلقتنا النهاردة كانت 5 جد، بس دي يمكن من أكتر التخاطيف اللي هتعدي عليك. أي علاقة عابرة من اللي اتكلمنا عليهم دي تخاطيف، ويا ريت تبقى تخاطيف. لأن لو مش تخاطيف فأنت أو أنتي لسه في العلاقة دي لحد دلوقتي ما خدتوش قرار إنكوا تلحقوا اللي فاضل من طاقتكوا وتهربوا. وفي الآخر مش كل علاقة تستاهل إنك تكمل، ومش كل علاقة تستاهل إنها تكمل. مش كل واحدة تبقى خسارة. في علاقات توكسيك تفضل متمسكة بيك مش عشان بتحبك، لكن عشان محتاجاك تكمل صورتهم، تجملها.
تسكت وتستحمل وتتنازل بس. وعن نرجسي بقى فده مش هيكفيه حلقة، بس لو هنلخص العلاقة النرجسية فهي علاقة تحبك طول ما انت مش طالب حاجة، طول ما انت مش معترض، حاضر ونعم، ومش بتوجعهم بالحقيقة. ولو هنتكلم عن العلاقات المشروطة في المجمل، مش بس النرجسي ولا التوكسيك، هتلاقي العلاقة اللي بتبدأ بشروط، شروط للبداية وشروط عشان تكمل حتى لما تنتهي، ودي أهم شروط بتتحط، مجملها إنك غلطان، إن مفاكش خير، إن ملكش أمان، إن أنت بتتغير وعشرتك صعبة. هتلاقي العلاقة دي على طول بتغير فيك الكويس، هتلاقي نفسك بتتحول لحد انت ما تعرفوش. الوحدة بقى مش بتقول غير نفسك، ولا بتحطك في اختبار ولا اختيار، ولا بتخليك تحس انك قليل. يمكن الوحدة بتوجع، بس العلاقة الغلط بتكسر. الوجع فيه امل في شفائه، بس الكسرة صعبة. هتمشي بس هتلاقي نفسك بتزك، هتلاقي نفسك بتتعكز على حاجة، مش قادر تمشي زي الأول، هتسيب فيك علامة مش هتروح. فلو اخترت تمشي ده شجاعة مش ضعف. لو اخترت تبقى لوحدك شوية ده مش فشل، ده احترام لنفسك، وده بداية انك ما تقبلش تاني تبقى مشروط في حياة حد. اوقات كتير احسن صحبة هي انك تختار نفسك. وفي اخر حلقتنا هفكركم باللايك، كومنت، لو ليك موقف خاص بموضوع حلقتنا النهاردة ابعتلي، هتبقى ضيفي الحلقة الجاية. بشكر كل الناس على الدعم اللي انا شفته في الحلقات اللي فاتت. بشكر كل مستمعينا بودكاست خطيف. بشكر اي جست كان معايا، ايمانوفا، تمانيناتي، فتحي، لحد دلوقتي احنا معانا 3 عايزين نخلص السيزون ده، وال3 دول 30. واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.